السناكس اللي هيزود وزنك لو انتي وزنك ضعيف، عندك نحافة، جربتي تاكلي كتير مفيش نتيجة. جربي بقى السناكس ده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هقولك على فيديو حلو جدا جدا لوصفات زيادة الوزن، الوصفات اللي تجيب نتيجة، مش بس اللي نجربها بدون اي نتيجة. زهقتي ان وزنك ضعيف، جربتي وصفات وكمان تاكلي كتير ومفيش نتيجة؟ النهاردة ان شاء الله هتعرفي 3 وصفات حلوين وممتازين جدا في زيادة الوزن. بس لو لسه انت جديدة في القناة، يلا اشتركي في القناة علشان يوصلك كل فيديو جديد، ولو تحطيلي لايك منك ويلا نبدأ. ال3 سناك دول صحيين جدا، هيزودوا جدا من الوزن، وان شاء الله منتجاتهم تكون متوفرة في كل بيت. اول وجبة معايا او اول سناكس ممكن تاخديه بعد الفطار بساعتين، وهو عبارة عن مشروب. هنعمله ازاي؟ هنجيب الخلاط، هنحط فيه 50 جرام من دقيق الرز. دقيق الرز سهل نعمله في البيت، او ان احنا نجيب علبة جاهزة من الصيدلية هيرو بالرز، اللي هو بيكون زي سيريلاك الرز للبيبي كده، بس سيريلاك مقاطعة. ممكن تجيبي هيرو، او ممكن تعمليه في البيت ان انت تغسلي الرز كويس وتفرديه على طبق واسع علشان ينشف كويس، وبعد كده اضربيه في الكبة الصغيرة، هيتحول معاكي لدقيق الرز. تشيليه في علبة في التلاجة عشان بس ما يرطبش منك. هتاخدي بقى منه 50 جرام في الخلاط، وهتحطي عليها معلقة من السمسم، وكمان معلقة من الزبيب. لو عندك ميزان يبقى 50 جرام من الزبيب، وهتاخدي كوب من اللبن. هتضربيهم في الخلاط. حاسه ان المشروب عايز تحليه، ما تحطيش سكر، حطي عسل. وخلي بالك اللبن لازم يكون كامل الدسم، ما ينفعش اكون بدور على وصفات تزود من الوزن وانا بجيب كل الحاجات بتاعتي لايت. لو انتي بتجيبي اللبن من اللبان، يبقى بعد ما بتغليه كويس وعمل قشطه ما تشيليش القشطه، لا دي دهون صحيه خليها، بالعكس دي اللي ممكن تزود معاكي جدا من الوزن. يبقى تحطي دقيق الرز على معلقه من السمسم على 50 جرام او معلقه من الزبيب بكوباية لبن في الخلاط، وتحليهم بعسل النحل. حاسة ان القوام خفيف شوية، زودي بحاجة بسيطة من دقيق الرز. حاسة ان القوام تقيل شوية، هتزودي من اللبن. يبقى القوام معاكي سهل ان انت تتعاملي فيه بانك تخففي او تتقلي بدقيق الرز او اللبن. حلو قوي قوي المشروب ده، ان هو مشروب طبيعي صحي بيزود جدا من الوزن. ليه؟ لان عندك الارز وعندك الزبيب بيحتوي على سعرات حرارية حلوة جدا للجسم يوميا علشان يزود الوزن. عندك السمسم والزبيب من اقوى المنتجات اللي تفتح معاكي الشهية وكمان تزودلك من الوزن. عندك كمان عسل النحل مفاتح شهية، وكمان سكر طبيعي للجسم للنشاط والحيوية. حلو جدا، منتجات جميلة قوي. هتعمليها كلها في مشروب واحد، وهتاخديها يوميا لمدة شهر بعد الفطار بساعتين. طب ليه بعد الفطار بساعتين؟ علشان هتبقى مشروب طاقة، مشروب سناكس حلو جدا، هيشبعك شوية كده، بس هيجي على وقت الغدا هتلاقي نفسك جعانة وهتخلصي كل الأكل. وما ننساش هيزود جدا من الوزن. تاني سناك صحي تحفة تحفة ان يزود الوزن، عايزة اقولك طعمه هتخليكي تخلصي الكمية من اول يوم. طعمه تحفة، ولو عندك اطفال في البيت اعمليه، هيغنيهم جدا عن الحلويات المصنعة من بره. هتجيبي 500 جرام من العجوة، طبعا هننزع منها النوى. هتجيبي عليها سوداني هتكسريه وتحطيه عليها. هتجيبي معلقتين كبار من السمسم. هتخلطي بقى العجينة دي كويس ان انتي يبقى التمر امتزج بالسوداني وبالسمسم، المكونات كلها بقت كويسة في بعض. طيب بعد كده هنبدأ ان احنا نكور كور صغيرة متوسطة الحجم كده، المهم ان تكون متساوية علشان تاخدي كمية متناسبة كل يوم لغاية لما الكمية تخلص. بعد ما تخلصيها ككور، ممكن نزينها بقى مثلا بالمكسرات المطحونة، او مثلا من جوز الهند، او لو انت عايزاها بالشوكليت هاتي نوع شوكليت دارك، برضو بيبقى حلو جدا في السعرات الحرارية. سيحيها وبعد كده نزلي فيها كور العجوة بالمكسرات او بالسوداني والسمسم. عندك السوداني حلو جدا كفاتح شهية، حلو جدا يزود من الوزن. السمسم نفس الكلام، كالسيوم غني جدا ان هو يزود الوزن وكمان يفتح الشهية. وطبعا احنا عارفين العجوة يا سلام تحفة. فدي 3 مكونات احلى من بعض ان يزودوا الوزن، يفتحوا الشهية، وينسوكي خالص موضوع النحافة. تالت سناك معاكي هتعمليه بعد الفطار بساعتين، طعمه لذيذ جدا وجميل جدا في زيادة الوزن. هتجيبي موزتين، عدد 2 موزة، وهتجيبي علبة من الزبادي، ومعاهم معلقة زبدة فول سوداني، وكمان معلقة من المكسرات المطحونة.
أو السمسم. طيب زبدة الفول السوداني ممكن تشتريها علبة جاهزة وممكن تعمليها في البيت. تجيبي الفول السوداني حطيه في الكبة يطحن معاكي، بس ياخد معاكي بس دقايق كده علشان يتحول لزبدة فول سوداني، وحطيها في علبة في التلاجة. هناخد منه معلقة، على معلقة من السمسم أو المكسرات المطحونة، على كوباية الزبادي وموزتين تقطعيهم شرايح. قلبي كل ده في طبق وكليها كده كوجبة سناكس بعد الفطار بساعتين وقبل الغدا. حلوة قوي. اولا هتفتح معاكي جدا الشهية، ثانيا هتزود معاكي جدا من الوزن، ثالثا كل مكوناتها طبيعية جميلة جدا صحية جدا غنية بالفيتامينات اللي جسمك محتاجها. ما ينفعش تقولي هاخد دي كوجبة سناكس للفطار بس، لا. اللي بيبقى عايز يزيد في الوزن لازم يقوم يفطر فطار كويس، يبقى فيه حاجة من الخضار، حاجة بروتين، زي مثلا تعملي لك بيض، فول. يعني لازم تاكلي كويس، تفطري كويس. بعدها بساعتين خدي بقى السناك اللي احنا قلنا عليه، اي صنف منهم. بعدها طبعا يجي وقت الغداء، اتغدي كويس. يبقى انا لازم علشان ازود الوزن وانا مثلا دخلت في النحافه ووزني ضعيف جدا لازم اهتم بالاكل كويس. في ناس بيكون وزنها ضعيف جدا واللي عندهم الشهيه ضعيفه جدا، ما بيبقاش نفسهم ياكلوا طول الوقت، مش جعانين. علشان كده اهتمي بالسناك اللي احنا قلنا عليه ده، بيفتح جدا جدا من الشهية وكمان يزود من الوزن. خلي بالك لو انتي عملتي كل ده وبرضه الوزن معاكي ضعيف جدا ومش راضي يزيد، خلي بالك ممكن تتابعي اول حاجة المعدة. جرثومة المعدة بتقلل جدا من الوزن وبتفقد من الشهية، فدي من الأسباب الأساسية في نقص الوزن. تاني حاجة كمان عندك الأنيميا. لو عندك أنيميا ومخزون الحديد عندك ضعيف، ده برضو سبب أساسي في إن يجيلك نحافة ووزنك يقل وما يزيدش، يبقى لازم تعملي صورة دم كاملة. تالت حاجة نشاط الغدة. برضو نشاط الغدة لو بتحرق، لو نشاطها عالي وبتحرق كتير، فده برضو سبب اساسي ان انت الاكل اللي بتاكليه ما بيفيدكيش اكتر ومش بيزيد معاكي في الوزن. رابع حاجة التهابات المعدة. لو بتعاني من مشاكل في المعدة وعسر هضم والتهابات في المعدة متكررة، ده برضو سبب رئيسي في ان انت يبقى فاقد الشهية عندك، وكمان يبقى في سبب رئيسي في ان انت ما بتجوعيش وما بتهضميش كويس، وبالتالي جسمك ما بيستفادش كويس من الاكل ده. خامس حاجة وهي الأكلات السريعة. لو انتي بتهتمي انك تزودي من وزنك لازم تاكلي أكل غذائي صحي في البيت، وكمان يكون ليكي نظام غذائي كويس، بتفطري بتتغدي بتتعشي، بتاخدي سناك ما بين الفطار والغدا وسناك ما بين العشاء، ما بين الغدا والعشاء. ده مهم جدا جدا لزيادة الوزن. واهم حاجة السناكس ده حلو جدا لو للأطفال، لو انتي حامل، لو بترضعي، لو انتي كبيرة، يعني بيناسب كل الأعمار، لان هي عناصر صحية جدا طبيعية ومفيدة. ما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا علشان تكبر بيكوا يا احلى متابعين، ولو تحطولي لايك منكم وكومنت وهرد عليكم على طول. شكرا ليكم وشكرا للمتابعة. باي باي.